هذا راهو كما قلنا هذا مكون فقط من بعض المكونات نتاع المشاريع اللي قاعده تصير في ضيعه بشكا. المكون هو القصر اللي هو قصر قديم برشا، واللي يعتبر معناتها من التراث المعماري اللي لابد من المحافظه عليه. قاعدين نقوم بصيانه القصر هذا من خطر الانهيار، ثم الاعداد مش يقع اعداده لاستقبال مشروع سياحي مندمج اللي باش يكون فيه بطبيعه الحال مستثمر خاص يقوم بترميم اكثر ترميم، ولا اعداده لاستقبال الانشطه السياحيه اللي باش تكون فيه بطبيعه الحال بالمحافظه على الاصل نتاعو. 2100 زيتونه تقريبا باش يقع عليهم قطره قطره. المساحه من الجمليه الوقع استغلالها هي 30 هكتار. 30 هكتار معدل 17 زيتونه في الهكتار. انطلقنا في حفر البئر على عمق 250 متر، وثم جهزنا البئر بشبكه الري قطره قطره، وركزنا فيا الفوتوفولتايك المحطه باش تشغل المضخه 10 خيول. احنا بعمليه التكثيف الصغيره اللي قمنا بها هذه اللي زدنا فيها 1575 اصل زيتون، ولات فيها 38 الف واش اصل زيتون. وهذا معناتها من التوصيات نتاع الدراسه اللي قمنا بها قبل ما نشرعوا في المشاريع داخل الضيعه. التوصيات هو القيام بالتكثيف، القيام بانشاء وحدات اخرى فلاحيه يمكن استغلالها كتربيه المواشي والنحل لملاء وغيره وغيره. قاعدين نمشوا خطوه خطوه، ولكن زاد كيف كيف المطلوب منا انه نخموا حتى في تغيير نمط الاستغلال اللي هو بطبيعه الحال نمط الاستغلال اللي هو تقوم به البلديه وحدها ماهيش قادره باش تقوم بالاستغلال الامثل للضيعه. وبالتالي المكون الاول اللي هو المكون السياحي قلنا انه مش يكون بالشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. هذا القصر البلديه باش تقوم باصلاحات الدعائم، يعني الركائز نتاع القصر، العرس والتوا السقف. دونك وفما معناتها البلديه خصت 500، احنا تو الصفقه 321. ممكن اذا كان ترى لنا انه اشغال ناقصه ولا كذا باش نكملوا نقوموا بالصيانه الكامله معناها. أما مستثمر جاء هو عبر عن رغبته في استغلال القصر، يقول انه هو عنده معناتها تجربه وعنده لي ميزون دوت هذوما، وينجم يجيب معناتها شخصيات كبيره على المستوى دولي وعالمي، معناتها ينجموا يجيوا هنا وفيه معناتها مداخيل ماليه تكون احسن من منتزه.